السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مغامرات بلعب العلي، ورجعنا لكم في حلقة جديدة. اليوم حلقتنا فرق بين الفحل العراقي والنفي الكشميرية. أول شيء أو أول نقطة من طريق المشاوف مادة الفحل العراقي هي نسر الذيلة وبقى رأس متوسط وبعدين يلقح النفي، وبينما النفية الكشميرية كما تشاهدون بعد يمكن ما جاهزة. والنقطة الثانية عكس البلابل العراقية، منقار الفحل الكشميري يكون طويل، وبينما منقار النفية الكشميرية قصير. وبينما بالعراقيات لا، فحل منقاره شوية خشن ومدبدب، وبينما النفية لا طويل. هاي أول نقطة. النقطة الثانية، جسم مادة البلابل الكشميرية خاصة الفحل يكون خشن، وبينما النفية ناعمة. بالعراقيات نفس النقطة يعني مشتركة. النقطة الثالثة مشتركة بين البلابل الكشميرية والبلابل العراقية شنية صوت البلابل. الفحل يكون خشن، وبينما بالنفي يكون ناعم. النقطة الرابعة تختلف شنية وقفة مادة الفحل بالبلابل الكشميرية تكون عريضة، بينما بالنفي الكشميرية لا قريبات. بينما بالبلابل العراقية بالعكس، فحل يكون متقاربات، وبينما النفية تكون بعيدات. النقطة اللخ هاي نقطة مشتركة بين البلابل الكشميرية والبلابل العراقية. راس الفحل الكشميري يكون كبير، وحتى راس البلبل العراقي هم كبير، وبينما راس النفية العراقية والكشميرية لا يكون ناعم يعني صغير. وذيل البلابل الكشميرية والعراقية نفس الشي، يعني نفي يكون ذيلها قصير، وبينما الفحل يكون ذيله طويل. النقطة اللخ أهم شي سلوك بين الفحل والنفي، يعني سلوك البلابل العراقية مرات تختلف عن سلوك البلابل الكشميرية. عندنا مثلا هسه النفاية اكو بين خشنات عبالك فحل، بس هن شني نفاية. وانا ناصر هسه فيديو جاب تجربة مستجد تجربة مغامرات بلابل العلاوي او مغامرات بلابل العلي، راح تطلعلك، او اذا ما لقيتها تدور بالمغامرة مع نادي انا شارح بيها تفاصيل كاملة. واكو بعد فروقات كلش هواية، بس انا ما اريد اتوهكم لان هنا فروقات اذا واحد يريد يعرفن، واذا انت بعد تريد فروقات كلش كبيرة ابحث باليوتيوب راح تلقى. وتحياتي ومعكم مغامرات بلابل العلي، واذا تريدون انا حاضر بالخدمة. وكمان تشاهدون هسه الفحل قاعد يسولف اكثر من مرة او مرتين، بس النفية ما جاش. وتحياتي.